ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ عملنا الرز الريزو كده، طعم وتتبيلة تحفة جدا. حاجة كده عظمة من الآخر. بجد حكاية. يلا بينا كده بسرعة نشوف كده مع بعض احنا عملنا العظمة دي ازاي. طبعا لو جبناها من بره هتكلفنا كتير. يلا بينا نشوف عملنا العظمة دي ازاي. بس أهم حاجة وقبل أي حاجة يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت واشتراك عشان يرفع معانا الفيديو بإذن الله تعالى. يلا بينا نشوف عملنا القمر ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده رز الريزو بطريقه حلوه جدا وبطريقه سهله جدا. بتمنى انها تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. انا معايا هنا كوبايه كده من الكاتشب، حطيت عليها ربع كوبايه كده من العسل الاسود، هننزل عليها كده بحبه كده حلوين من الخل، معلقه واحده، ومعلقه من الصويا صوص. الصويا صوص بتدي للرز الريزو طعم تحفه جدا. هننزل عليها كمان بمعلقه من البابريكا، وحبه صغيرين كده من الثوم البودر والبصل البودر. والصوص دوت احنا هنعمله، مش هننزله كله كده معانا على الرز، هنسيب منه شويه كده علشان خاطر يبقى معانا كده فوق الرز بتاعنا. بجد بيدي طعم تحفه جدا. اما الحله بقى بتاعتنا، الوك بتاعتنا يعني هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها هنا كده. انا عاده دايما لما بعمل الرز بتاعي بحب اعمله بمعلقه واحده. طبعا هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه، بيدي طعم تحفه بقى في الاخر. هنقلبه كويس جدا. في الوك بتاعتي هنا كده انا حاطه معلقه من الزيت ومعلقه من السمنه كده. دايما بحب لما اجي اعمل الرز بتاعي لازم اعمله بالخطوه دي. وهنزل معاهم مرقه دجاج علشان بتسيح بس معاها الاول، وهنفضل نقلب قلب قلب. وهنبدا ننزل عليهم بشويه كده حلوين، حبه قليلين يعني مش كتير، من الثوم البودر، حبه توابل حلوين كده عشان يطعموا معانا الرز، ومعلقه صغيره من البابريكا. لو حابه ان انت تحطي كاري او كركم تمام حطي، بس انا الولاد ما بيحبوش الكركم في الاكل. وتوم باودر والبصل البودر طبعا، وحبه فلفل صغيرين خالص اسود، والملح بتاعنا. وطبعا هنا هنحط معلقه من السكر. طبعا لو مش حابه تحطي السكر مفيش اي مشكله، ما تحطيش سكر خالص. هنحط معلقه واحده كده من السكر، وهنسيب الكلام ده كله بقى يتقلب مع بعضه كده في الزيت. طبعا احنا هنا في الخطوه دي فرمين كده بصلايه صغيره خالص، وهنبدا نقلب كل الكلام ده كده على الزيت. وطبعا غاليين ميه. حابه تضيفي قطع دجاج كده حابه تضيفي قطع دجاج تمام، تحطيها في الخطوه دي دلوقتي. يعني لو انت هتحطي قطع من الدجاج تحطيها عادي في الخطوه دي. انا عشان بعمل الفراخ دلوقتي بره تمام مفيش اي مشكله. مش قادره اقول لك ريحه التوابل بقى وهي بتتعمل كده تحفه جدا. هننزل عليهم بقى كده دلوقتي عشان السمنه والزيت معانا، الزبده والزيت كده معانا ما يتحرقوش. بس مش قادره اقول لك ريحه التوابل بجد عامله ازاي. هنبدا ننزل فيهم دلوقتي بالبصل بتاعنا. وبعد طبعا لما طلعنا كده حطينا بقى التوابل كده وطلعت احلى ريحه، هننزل عليها بشويه كده حلوين من الصوص بتاعنا، ونسيب شويه عشان نكمل بيها باقي وصفتنا. وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. وهنبدا ننزل بالبصلايه كمان.
هنقلبها كده بالراحه. شايفين الشكل؟ بجد مش قادره اقول لكم الشكل والريحه عاملين ازاي. طبعا لو حابه ان انت تضيفي قطع من الدجاج معاها، طبعا تكون اتحمرت في الاول واحنا بنحمر التوابل على طول. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه، وهنبدا ننزل بالرز بتاعنا. طبعا الرز بتاعنا انا غسلاه ومصفياه، مش نقعاه ولا هو رز بسمتي ولا اي حاجه، رز المصري العادي. هنقلب كده كل الكلام ده كده مع بعضه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد تحفه جدا. طبعا هنا يا حبايبي كده خلاص شوحنا الرز تمام جدا. هنبدا ان احنا نزوده بالميه المغليه معانا. انا يا دوب هنا بخلي الميه كده معايا يا دوبك بس تتشرب، يا دوبك تبقى على وش سطح الرز بتاعنا كده، ونقلبه كله كده علشان نضمن ان هو يستوي كله مع بعضه. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه ونرجع تاني لحد ما يتصفى يشرب الميه بتاعته، ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي عملنا كده مع بعض كده، قطعنا على كل المحلات وعملنا كده الرز الريزو بتتبيله وطعم تحفه جدا. بتمنى بقى كل الوصفات اللي عملناها كده تعجبكم باذن الله وتكون خفيفه على قلبكم. طبعا احنا شايفين كده معانا الرز الريزو تحفه جدا، حاجه كده عظمه، طعم وشكل وريحه تحفه، والفراخ وكل الكولسلو بتاعتنا حاجه كده عظمه جدا، احسن ما بنشتريهم من بره. وطبعا لو كنا اشتريناهم من بره كانت هتكلفنا اسعار كتيره جدا، وكفايه ان انا ضامنه نظافتها وجودتها لاولادنا. بجد بتمنى كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش ابدا من دعمكم، لايك وكومنت واشتراك خفيف كده علشان ده اللي هيكبر معانا القناه. بتمنى كل اللي احنا بنقدمه يعجبكم باذن الله، واتمنى تزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حلة ضغطه واكله جنان. هتلاقوا كل الوصفات فيها سهله وسريعه. باذن الله باذن الله نتقابل باذن الله في وصفه جديده. ودلوقتي اقدر اقول لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.